اي حد بيكرهني يكرهني، اي حد ما بيحبنيش ما تحبنيش. واي حد كان بيكرهني وشافني على الحقيقه هو اللي يشهد بده، ان هو لقاني متواضعه ولقاني حد تاني خالص غير السوشيال ميديا. اللي بتاخدوه عننا كفكره هو نفسه اللي انتوا بتعملوه بس من ورا الكاميرا. بس المصيبه ان في الكاميرا الحاجات دي بتبقى متسجله وبتنزل، فالناس بتاخدها ومش عارف ايه. كلنا بنغلط، كلنا بنخطئ، كلنا بنتكلم، كلنا بنقول، وانتوا عارفين ده كويس قوي. بس انتوا ما بتصدقوا تاخدوا انطباع على الناس اللي عليها تسليط الضوء على طول. فيا ريت يا جماعه نفكر بعقلنا. يعني انا عن نفسي انا كسمة لما بشوف حد اتسلط عليه الضوء مسكوه مسرحيه كده، ببقى عارفه ان هو غلط، وبعد كده يعني بتابع من بعيد بلاقيه صلح ده، بسكت ما بتكلمش ولا بكتب كومنت ولا بعلق ولا بعمل فيديو ولا بعمل زي ما انتوا بتعملوا. فيا ريت يا جماعه الناس عماله تجاهد في انها تصلح نفسها، فلو سمحت ما تبصش على عيوب غيرك وانت اصلا معيوب. بص على عيوب نفسك، وبطل تاخد ريتش على قفا البنات، وبطلي تاخدي ريتش على قفا البنت برضو دي، وبطلي تتكلمي في سيره صاحبتك، وبطلي انت كمان تفضل ترغي وتلقح ومش عارف ايه. بطلوا يا جماعه وانضجوا. وانا بتكلم عن الناس اللي هي بتكرهني عامه او ما بتحبنيش، وانا بحترم جدا وجهات النظر واختلاف وجهات النظر. انا ذات نفسي في ناس كتير على السوشيال ميديا ما بحبهاش وما بحبش اتفرج عليها خالص، بحس ان هم فاضيين قوي. انا عن نفسي ما بحبش اشوف النوع ده. في ناس بحبها وبحب اشوفها وبحب اتفرج عليها وبضيع يومي عليها. دي وجهات نظر واراء. زي مثلا انا حبيت اكله انت ما حبيتهاش. فياريت يا جماعه كل شخص يخليه في حاله، والضجه اللي انتوا عاملينها دي تقللوها. وعامه انا كسامه انا خلاص، انا عامه انتوا ممكن الفتره الجايه ما تشوفونيش، ودي حاجه هتبسط ناس كتير، لان انا هكون مرتاحه بالقرار ده في ان انا اخفي نفسي شويه وارجع شويه، اخفي نفسي شويه وارجع شويه بمزاجي.